السلام عليكم. القاطع الفرعي كيطيح ما تبدلوش مباشرة بواحد كبر. ممكن القاطع ما يكونش هو المشكل اصلا، هو اصلا كيدير الخدمه ديالو وكيحمي الدار. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا 5 ديال الاسباب علاش الديجنكتور ديفيزيونير كيطيح. قبل ما نبداو خاصنا نفرقوا ما بين جوج ديال القواطع. كاين عندنا القاطع الرئيسي اللي هو الديجنكتور جينيرال اللي كيحمي وكيقطع التغذيه الرئيسيه، وكاين القاطع الفرعي الديجنكتور ديفيزيونير كل واحد كيحمي داره معينه بحال الاناره، بريزات او جهاز معين. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على القاطع الفرعي. من الاسباب اللي عندنا، السبب الاول هو الحموله الزائده او السيرشارج. مثلا عندنا دارة ديال البريزات وربطتي فيها اجهزه كثيره او اجهزه كتستهلك قدره كبيره. التيار اللي كيدوز بالدائره كيقدر يفوت القيمه اللي مصمم عليها، وهنا القاطع كيطيح باش يحمي الداره. السبب الثاني هو الكورت سيركوي، يعني تماس كهربائي. الا وقع تماس ما بين لي كونديكتور، التيار كيقدر يطلع بشكل كبير جدا في مده قصيره. في هذه الحاله القاطع كيفصل الداره بسرعه باش يحيد من الخطر. السبب الثالث ممكن يكون واحد من الاجهزه اللي عندك فيها طاب. مثلا كل مره كتشعل جهاز معين القاطع كيطيح مباشره. هنا ممكن المشكل يكون في الجهاز اولا في الكابل ديالو، ماشي بالضروره في القاطع. لهذا خصنا نلاحظوا امتى وكيفاش كيطيح القاطع. السبب الرابع هو الديفو دي زومون ولا ماس كيف كنقولوا بالدارجه، يعني كاين تسرب في التيار بسبب مشكل في العزل ديال الاسلاك او الاجهزه. وهنا الا كانت الحمايه المناسبه موجوده ممكن القاطع التفاضلي او الحمايه المرتبطه بالدار تفصل الكهرباء على حسب نوع العطار. يعني ما خصناش نخلطوا ما بين الدور ديال الديجنكتور ديفيزيونير والدور ديال البروتيكسيون ديفيرونسيال. السبب الخامس هو ان الحمايه ما كتكونش مناسبه للداره. مثلا اختيار الكاليبر ديال القاطع خصو يكون مرتبط بلا سيكسيون ديال الكابل والحموله وطريقه ديال التركيب. يعني ماشي غير كنشوفوا 16 امبير ولا 20 امبير ونختاروا عشوائيا، كل داره خصها الحمايه المناسبه لها. هنا واحد الخطا كيديروه بعض الناس، القاطع كيطيح كيمشيو يبدلوه مباشره بواحد اخر كبر منه. مثلا كان 16 امبير كيديروا 32 امبير غير باش ما يبقاش يطيح، وهذا ماشي حل. خاصنا اولا نعرفوا علاش كيطيح ونشوفوا واش الكابل والطاره قادرين يتحملوا الحمايه الجديده. باش نقربوا من المشكل ونفهموا ونشوفوا امتى كيطيح القاطع، الا شعلتي بزاف ديال الاجهزه وطاح ممكن تكون لا سيرشارج. الا طاح مباشره ممكن يكون كول سيركوي ولا عطا. والا كيطيح غير مع جهاز واحد خاصنا نشكوا في داك الجهاز ولا في الدائره ديالو، وهاد الملاحظات كتعاون بزاف في التشخيص. اذا ملي القاطع الفرعي كيطيح ما نقولوش مباشره القاطع خاسر. ممكن يكون كور سيركوي، ممكن يكون سيرشارج ولا جهاز في العطاب، ممكن يكون ديفو دي زونمون ولا مشكل في اختيار الحمايه. وما تبدلش القاطع بواحد كبر منه قبل ما تعرف السبب. الا بغيتي تتعلم معنا الكهرباء بطريقه بسيطه وتقنيه تابع معنا القناه، حيت غادي نشرحوا المصطلحات والمشاكل اللي كتواجهنا في الكهرباء بطريقه مفهومه. وكنشكركم على المشاهده ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.